السلام عليكم. ما هو تاريخ اليوم؟ 18 يوم الخميس شهر مايو 2023. في درس اليوم سندرس الأنشطة اليومية التي نفعلها كل يوم، وكتبنا وقارنا كل الأفعال والأنشطة اللازمة التي نحتاجها لكل يوم. مثلا عبد الرحيم، اقرأ ماذا كتبت عن أنشطة كل يوم. كل يوم عندما أستيقظ أغسل وجهي ثم أتناول القليل من الفطور، ثم أدرس القليل عن بعض التوقيعات. بعد الغداء أخرج للممارس الرياضة، وعندما أنتهي أعود إلى المنزل لأستحم وأرتدي ملابسي. أذهب لتناول غداء كسكس، وبعد تناول الطعام أشاهد قليلا أشاهد، لازم أن تقول أشاهد جوفيتش. أشاهد التلفاز، ثم أخرج من أصدقائي لنلعب كرة القدم. وبعد أن انتهيت من الرياضة شربت الماء، ثم عدت إلى المنزل وأذهب لتناول العشاء، ثم أذهب للنوم. ممكن أن تقرأ هذا النص باللغة العربية باللغة الكتالان؟ Yo cada día cuando me desperto me rento la cara y después esbozo una mica. Después estudio una mica de alguna asignatura. Después de mi día salto a practicar sport y cuando acabo voy a casa a hacer bañarse y No, hacer bañarse no. Vas a casa y en baño o en ducho. ver en baño y en vestirse. Después طيب. voy a cenar cuscús. Después de almorzar voy una maqueta a televisión y después salto a mis amigos a jugar a fútbol. Y después de acabar, después voy a beber algo. Después voy a arribar a casa, voy a sopar y después voy a dormir. حسن جدا، أحسنت يا عبد الرحيم. ثانيا سيقرأ النص، سوف يقرأ هذا النص الصديق آدم. سيبنا واحد دقيقة على الصوت. بالكتالان وبالعربية. Yo cada día cuando me llevo em ducho, después esmorzo, em vestejo y vas al colegio a estudiar. Cuando acabo de estudiar, vas a practicar sport. Cuando arribo a casa, miro la televisión. Després de dinar, vaig al parc a jugar amb els meus amics. Quan arribo a casa, dino i em vaig a dormir. ممكن أن تقرأ هذا النص باللغة العربية. كل يوم كل يوم عندما أستيقظ أستحمل ثم أتناول الفطار الأفطار وأرتدي ملابس. زيد القراءة. وارتدي ملابسي. أذهب أنا المدرسة يدرس وعندما أنهي أدرس أذهب للممارس الرياضي. طيب، إلى هنا جميل جدا. شكرا جزيلا. يا أحمد اقرأ هذا النص بالكتالان وبالعربية. وتناولت